الكوروتينز من أجمل الحاجات في يونيتي. طيب إيه هي الكوروتين؟ هي كأنها ميثود، بس أنت ممكن تخليها تستنى. خلينا ناخد مثال. إزاي نعرفها؟ بنكتب الأول enumerator، بعد كده بنكتب اسم الكوروتين، بنكتب أقواس circle. لو عايزين نكتب هنا parameters ممكن عادي. بعد كده نكتب parentheses. شايفين عاملة زي الميثود. طيب إزاي بقى ممكن نبدأ الكوروتين دوت؟ إزاي نعمل له call، نعمل له invocation؟ هل بقى نكتب ماي كوروتين كده على طول؟ لا، ما ينفعش. لازم نكتبه جوه ستار كوروتين. الميثود دوت كده ستارت كوروتين ليه أقواس. جوه الأقواس بتاعت ستارت كوروتين هنكتب اسم الكوروتين. جميل أوي. طيب عايزين بقى نخليه يستنى. نتخيل مثلا احنا عايزين نكتب 0 seconds بعد كده نكتب 1 second passed. عايزين بقى نخليه يستنى ثانية ما بين الأمرين دول. هنكتب yield return new wait for seconds. ما بين أقواس ال wait for seconds هنكتب عدد الثواني اللي احنا عايزينها بالفلوت. يبقى كده هيعمل ايه؟ هيطبع 0 seconds passed، يستنى ثانية، يطبع 1 second passed. تمام. طيب خلينا بقى نعرف معلومة مهمة جدا عن الكوروتينز. نتخيل مثلا ان انا كتبت ستارت كوروتين 3 مرات، او حطيتها جوه فور لوب وكررت الستارت كوروتين دوت 3 مرات. ايه اللي هيحصل؟ هل هيطبق كوروتين واحد بس؟ لا، هيطبقهم هما التلاتة. هتلاقيهم هما التلاتة شغالين مع بعض. يعني الكلام ده، يعني مثلا ستارت كوروتين دوت المفروض بيبدأ الكوروتين ده وده يطبع 0 seconds وبعد ثانية يطبع 1 second. عملناها بقى 3 مرات، فهتلاقيه طبع 3 0 seconds passed، وهيستنى ثانية، بعد كده هيطبع 3 1 second passed. يعني هيطبق ده 3 مرات يعني. خلينا نشوفها برضو تطبيقيا في اليونيتي. هل بقى ان ده يحصل مشكلة؟ لا، ده المتوقع. سوري، نسيت احط السكريبت. ده المتوقع. لما بنكتب له كده هو بيعمل كده. 0 seconds pass 3 مرات، بعد كده 1 second pass 3 مرات برضه. طيب احنا بقى عايزين نوقف الكوروتين دي. عندنا كذا طريقة. قبل ما نخش على دي برضو معلومة صغيرة، ممكن نخليه يستنى فريم لو كتبنا yield return null، يعني كده هيستنى فريم. طيب ازاي نوقفه بقى؟ بنكتب yield break. yield break هتوقف الكوروتين في نصها. مثلا هيطبع 0 seconds pass بعد كده يقف، خلاص مفيش تطبيق بعد ده. ده بيكون حلو مثلا لو عندنا if statement وعايزين لو شرط اتحقق يوقف الكوروتين قبل ما يخلص، لو مثلا عايزين نمنع error ولا اي حاجة نعمل animation. طيب لو احنا عايزين بقى نوقف الكوروتين من بره الكوروتين، ما ينفعش مثلا نكتب هنا في الفويد ابديت yield break، مش هيفهمها. يعني ايه البريك في الابديت؟ فالمفروض نعملها بطريقه مختلفه. ممكن بقى نكتب ستوب كوروتين. يعني ايه بقى ستوب كوروتين؟ يعني هتوقف ماي كوروتين. طيب لو في اكتر من ماي كوروتين واحده شغاله هيوقفهم كلهم.
احنا عندنا برضو stop all coroutine، ده كده يوقف كل الكوروتينز اللي في السكريبت دوت بكل الاسامي بكل الديكلاريشن كل حاجه. وعايزين نوقف كوروتين معين وكل النسخ من الكوروتينز ديت بنكتب ستوب كوروتين بعد كده اسم الكوروتين. طيب لو احنا مثلا عملنا 3 تكرارات من الكوروتين ولكن عايزين نوقف واحد منهم فقط، هنعملها ازاي؟ ساعتها بقى هنحتاج نستخدم كوروتين فاريبل. هنعرف الاول كوروتين، مثلا نسميه ايه كوروتين. هنعمل ايه بقى؟ هنكتب a core equals بعد كده عند الستارت كوروتين اللي احنا عايزين نوقفه، النسخة المعينة اللي احنا عايزين نوقفها. كده انت حطيت الكوروتين دوت قيمة في a core في المتغير اللي اسمه a core اللي نوع كوروتين. عايزين بقى نوقف النسخة دي لوحدها، هنعمل ايه؟ هنعمل كده. دلوقتي ستوب كوروتين دوت مش هيوقف كل النسخ دي، هيوقف a core فقط. طيب لو احنا عايزين بقى نخلي الكوروتين يستنى كوروتين تاني، ممكن نعملها ازاي؟ نكتب هنا بقى 3 seconds. ممكن نكتب بقى yield return core to wait، كده تنفع. والمفضل يعني الافضل انك كده تعمل كده start core routine. ساعتها هيبدأ بقى core to wait وهيستنى لغاية ما يخلص وبعد كده يبدأ في باقي الكود بتاع الكوروتين دوت. خلينا نعمل عليه تطبيق. عندنا مثلا الجرين سيركل ديت، عايزينها تقعد تظهر وتختفي وتظهر وتختفي إلى ما لا نهاية. أولا احنا مش هنحتاج أصلا variable كوروتين، كده كده كل ده هيحصل في كوروتين واحد. ممكن نشيل الابديت برضه. طبعا احنا ممكن نعمل حاجة زي كده البروجكت دوت من خلال الابديت. ممكن نعرف متغير ونقعد نزود على المتغير ده تايم دلتا تايم كل فريم ونقعد نعمل اف، ولما الاف دوت يخلص نخلي التايم باست ايكوال زيرو. لكن ليه نعمل كل الصداع دوت واحنا عندنا الكوروتين بيجهز لنا كل ده على طول؟ خلينا الاول نعرف البابليك جيم اوبجكت اللي هيكون set active true و false دايما. بعد كده نسمي بقى الكوروتين اسم عدل. طبعا زي الميثودز المفروض الانيوميريتور بتبدأ بحرف كابيتال، مش هيعمل لك ايرور يعني، بس الافضل ان هو يكون كده برمجيا. هنكتب ايه بقى؟ while true. شايفين ده كده لو كنا طبقناه في start او في update او حتى في انيوميريتور المفروض هيعمل لنا ايرور على طول. ليه؟ عشان احنا كنا بنقول له اعمل امور الى ما لا نهايه في وقت محدد اللي هو الفريم. فانت بتعمل حاجات الى ما لا نهايه في وقت محدد ازاي؟ مستحيل. فبيعمل لك كراش او ما يشغلكش اللعبه على حسب بقى. طيب ايه بقى الفرق هنا؟ اشمعنى هنا بقى مش هيعمل ايرور؟ هو كده لسه هيعمل ايرور، لسه هيعمل كراش، ولكن احنا نمنع الكراش بقى بان احنا ما نخليهوش في وقت محدد، نخليه يستنى. بنكتب مثلا yield return new wait for seconds. كده كل تكرار اللي هو التكرار اللي ما لا نهاية هيستنى ثانية. ساعتها انت كده اديت له
أمور يعملها في وقت محدد، أمور محددة في وقت محدد مش هيعمل لك كراش. طيب بس كل ده برضه بيحصل إلى ما لا نهاية، مش مشكلة، طول ما الأمور محددة وبيحصل في وقت محدد مش مشكلة. مشكلتنا في الأصل إن إحنا كنا بنعمل أمور إلى ما لا نهاية في وقت محدد، وده فيزيائيا مستحيل. طيب عايزين بقى نعمل set active true set active false. طيب هل كده هيحقق اللي احنا عايزينه؟ لا، عشان احنا كده خليناه يظهر يستنى ثانية ويظهر في نفس الفريم، يظهر في نفس الفريم. خلي بالكم لما هو يخلص الحتة دي هيرجع على طول على أول واحد، وده كله في نفس الفريم. احنا لازم نقول له على كل خطوة يستنى. يبقى كده فعلا هيحقق اللي احنا عايزينه، هيظهر يستنى ثانية يختفي يظهر يستنى ثانية. جميل قوي. هل كده هيشتغل؟ لا، عشان لسه ما حطيناش الستارت كوروتين. يختفي يظهر يختفي يظهر يختفي. جميل قوي. طب لو انا كنت عايز اعمل بقى تدريج اللي هو من احمر لاصفر لاخضر وبعد كده يختفي، ممكن نعملها ازاي؟ هو قبل ما نخش على ده احنا كنا عاملين اصلا بروجكت قبل كده، الترافيك لايت ده ده اصلا ده اصلا كان بيعتمد على الوقت. يعني لو فتحنا البروجكت هنلاقي ان هو بيخلي كلهم مش موجودين، بعد كده احمر بعد ثانيتين، بعد كده اصفر بعد ثانيتين، بعد كده اخضر بعد ثانيتين. فاحنا ممكن نعمل حاجه زي كده في الكروتين بطريقه شكلها احسن. يعني احنا عاملينها بالتايم باست وبنزود على التايم باست تايم كل فريم. طيب نخلي ده في الستارت، يعني مش افضل حاجه، نخليها في الانينوميريتور، مش عشان ده هيفرق في التطبيق، ولكن ده هيفرق لينا كمبرمجين. لو احنا احتاجنا نرجع تاني عندنا هو انينوميريتور ترافيك لايت بيتحمل مسؤولية كل الحاجات ليها علاقة بالترافيك لايت، بدل من كده تلاقيه موزع شوية مسؤولية على الستارت، ده بيكون الأحسن. طيب نخليه بقى يستنى ثانية. بعد كده ايه اللي يحصل؟ الريد سيركل اكتيفيت والباقيين كلهم فولس. بعد كده استنى ثانية، بعد ما يستنى ثانية هيخلي الريد سيركل فولس وهيخلي اليلو سيركل ترو. هتلاحظوا انا مخلي هنا الجرين سيركل فولس كذا مرة، لو مش عايزين كده ممكن نمسحها على طول مش هتفرق، غير طبعا في أول مرة. في أول مرة هي اللي بتحدد لو هي ترو ولا فولس. طيب عايزين بقى في آخر واحدة اليلو تكون فولس والجرين تكون ترو. هل ده كده هيشتغل؟ لا، عشان لسه ما حطيناهوش في الستارت اللي هو الانفوكيشن بتاعه، يعني مش محتاجين تايم باست. دلوقتي بقى عندنا دوت شكله أحسن ولا لأ؟ شكله أحسن. كله فولس يستنى ثانية، الريد يكون ترو والباقي فولس يستنى ثانية، اليلو يكون ترو والباقي فولس يستنى ثانية، بعد كده الجرين يكون ترو والباقي فولس. حلو بقى، ممكن نعمل ده إلى ما لا نهاية برضه، ممكن نحطه في
في while true. طبعا نحط كل ده جوه الأقواس، هيتعاد إلى ما لا نهاية، مش هيعمل ايرور عشان بنخليه يستنى في وسط التكرار. حتى لو خليناه يستنى فريم واحد بس، المهم بس إن هو يستنى في وسط التكرار اللي ما لا نهاية. أحمر، أصفر،